الكرام، هذه المرة وفي هذا البلاطو مع فن المسرح والحكواتي مع ضيفنا، لكن بعد هذا الفاصل. أرحب وإياكم مشاهدينا الكرام بضيفنا الثاني في هذا العدد من برنامج الشبابية ويكند الحكواتي ورئيس جمعية جسور للمسرح بلال زيان. أهلا بك. أهلا بك، شكرا على هذه الاستضافة الرائعة في قناة الشبابية وفي حصة الشبابية ويكند. لكم كل الشكر من مدينة الأخضرية. مرحبا بك. شكرا. طبعا شكرا. الأخضرية يعني دائما خضراء إن شاء الله بنشاطكم وإبداعاتكم أنتم الشباب في مجال الفنون. نروح الآخر بلال، آخر نشاطاتك يعني مؤخرا فيما يتعلق بمشاركتك الدولية في فن الحكواتي، ثم نعود لتجربتك الطويلة في مجال المسرح وفن الحكواتي. إن شاء الله. كما قلت، آخر مشاركة لي كانت في مهرجان لبنان الدولي للمسرح والحكواتي. نعم. اللي قدمنا عدة حكايات من التراث الجزائري. في هذا المهرجان كانوا عدة مشاركين من عدة دول عربية، من بينهم مصر، البحرين. نعم، عديد الدول يعني عديد الدول اللي نعم. شاركت. أنا أخذت كما يقولوا قفة مملوءة بالحكايات الجزائرية. حتى اللباس اللي شاركت به هو لباس تقليدي جزائري أمازيغي، وكذلك البرنوس العربي اللي قدمته حتى في شوارع بيروت وشوارع طرابلس. قدمت عدة حكايات قلت لك من التراث الجزائري اللي تعرف عليها الشعب اللبناني، وحتى حتى المشاركين الحكواتيين العرب اللي شاركوا في المهرجان كانوا تعرفوا على الحكايات الجزائرية. وكاين كثير من الحكايات هي متشابهة، لكن الحكاية الجزائرية دائما لها ميزة، لأنها مرتبطة دائما كما نقول التراث، بالهوية، بالأرض، بالثورة الجزائرية. هذه هي الميزة اللي تميز الحكاية الجزائرية عن باقي حكايات الدول العربية. نعم. وفيما يخص اللهجة، هل يعني ما كانش فيه صعوبة في وصول الفكرة؟ هي الإنسان أو الممثل المسرحي لازم يكون ذكي. أنا استعملت اللغة الثالثة تقريبا، اللغة البيضاء. اللغة البيضاء كما نقولوا. واستعملت حتى لغتهم يعني باش يفهموني. وفي وسط هذا الكم الهائل من اللهجات اللي استعملتها، أضفت بعض اللهجات الجزائرية المحبوبة في الوطن العربي، مثلا كلمة بزاف، وكاين بعض الكلمات يعرفوا يعني أنه هذه الكلمة جزائرية. أضفت هذه الكلمات حتى يتعرفوا عليها. وكما ما يخفالكش أنه الكثير من الكلمات في اللهجة الجزائرية هي عبارة عن لغة عربية، كلمات من اللغة العربية. أصيلة. إيه، احنا الحمد لله قدرنا نوصلوا الرسالة. اللغة كانت مفهومة جدا جدا مفهومة، وفهموا الرسالة وفهموا الحكاية جدا. جميل. يعني فيما يخص فن الحكواتي، لماذا هذا الاختيار بالذات أن تكون مسرحي وكذلك في نفس الوقت حكواتي؟ ما الرسالة يعني التي يمكن أن توصلها من خلال فن الحكواتي ولا يمكن ربما للمسرح أن يوصلها؟ هو لما نقولوا المسرحية، حتى المسرحية قبل ما تكون مسرحية على خشبة المسرح بحد ذاتها عمل فني، هي كانت في البداية عبارة عن حكاية. لأنه النص المسرحية والمشاهد المسرحية هي كلها حكايات. هي أنا في بدايتي كنت كممثل مسرحي، وممثل مسرحي للأطفال كذلك، ومهرج. وبعدها حكواتي جت صدفة. أتذكر في أحد الأيام كنا نسجلوا في فيلم جزائري. كان مساعد المخرج هو اللي اكتشفني، الأستاذ طيب بوعمار، حكواتي معروف من تيزي وزو، من درع بن خدة. هو اللي اكتشفني، شاف أدائي، قال لي علاش ما تديرش حكايات هكا تاع 7 دقائق الأطفال، حكايات فيها. وعندي كان عنده مهرجان الحبة الساحرة، اللي كان في هذاك الوقت من سنة تقريبا 2008 حتى 2014، دار عدة طبعات بجمعية الحبة الساحرة. قلت له إن شاء الله على هلالة، ووجدت حكايات. وكان أول مشاركة لي كحكواتي في مهرجان الحبة الساحرة في شهر نوفمبر أظن في 2008. واكتشفت هذا العالم. كان مهرجان دولي،
كانوا مشاركين من ليبيا، من عديد تونس، الدول من يعني. عدة نعم. دول عربية وأجنبية. في هذاك الوقت كنت أو اكتشفت المهرج الحكواتي. نعم. كنت مهرج، يعني الأطفال والجمهور يشوف حكواتي هو الجد ولا الجدة ولا شخص كبير في العمر وعنده لباس هكا من التراث. لكن مهرج حكواتي حاجة ما شافوهاش من قبل. كل الحكواتيين من الدول اللي شاركوا يعني يشكروني على هذا الاكتشاف كما نقولوا، هذا المهرج الحكواتي. وخدمت بزاف بها، لأنه الطفل يكتسب حكمة الحكاية ويكتسب كذلك ضحكة المهرج. تمرر له عدة رسائل في الحكاية، تكون رسائل تربوية أكيد كنا نمرروها في الحكاية. وهذا الشيء اللي يحبب الأطفال، هذا النوع من مهرج حكواتي. نعم. هل يعني احيانا تواجه وانت يعني سواء على الخشبه او في يعني امام الاطفال ولا العائلات، وانت تقوم بسرد حكايه معينه ونسيت تفصيل معين، كيفاش تتعامل مع هذا الموقف؟ وأكيد هذا نعم. موقف ما زال ما حصليش، لأنه احنا في يعني تدريباتنا نعم. على المسرح دائما ندربوا على الارتجال. نعم. وفي صحيح. بعض الأحيان حتى أنا في بعض العروض الحكواتية حتى أنا نطلب من الأطفال يعطوني فكرة ولا يعطوني كلمة، وأنا في هذه اللحظة نوجد لهم حكاية. يعني تتفاعل مع الجمهور. أكيد نتفاعل مع الجمهور. في بعض الأحيان مثلا تبغي تزيد، لأنه مثلا الحكواتي لو يحكي الحكاية هذه في مكان ما وبعده يحكيها في مكان ما راح يكون اختلاف. هي نفس الحكاية ولكن راح يكون اختلاف شاسع، لأنه الحكواتي دائما عنده حاجات جدد يضيفهم، خاصة كاين وين الجمهور يلعب دور. صحيح. كاين وين الجمهور يتفاعل مع الحكاية أكثر وأكثر. هنا الحكواتي حتى هو يتفاعل وأفكاره تزيد خياله، لأنه الحكواتي عنده خيال واسع، خياله راح يزيد يتوسع أكثر وراح يقدم عرض رائع اللي راح يجذب الجمهور كي يكون الجمهور متفاعل. نعم. وفي اختيارك للألبسة، يعني سواء في مشاركتك في المهرجانات أو في النشاطات التي تقيمها وطنيا، على أي أساس يتم اختيار اللباس؟ هل للقصة أم للنوعية يعني الحدث لمقام؟ إذا كان مثلا وطني هل ترتدي لباس وطني؟ إذا كان ربما مناسبة دينية تلبس لباس يعني ديني، أم ولا يعني فقط خاص بالقصة أو بالحكاية اللي راح تسردها أو الحكاية؟ هو اللباس، احنا دائما اللباس النقطة المهمة اللي نختار عليها لباسي، خاصة كي نشارك في خارج الجزائر، هو يكون لباس من التراث الجزائري، باش نعرف الدول العربية عن اللباس الجزائري. هذه هي النقطة المهمة. كان عندي عدة مسرحيات وملحمات جزائرية لعبت فيهم دور الحكواتي. هنا الديكور ولا اللبس اللي راح نلبسه راح يكون من اختيار المخرج اللي يتماشى مع كما قلت يتماشى مع القصة ويتماشى مع الحدث. مثلا لعبت حكواتي وأوراوي في مسرحية حتى 62 وفي مسرحية ملحمة الجزائر اللي لعبت راوي فيهم. اللباس كان المخرج هو اللي يخيره على حساب الحدث اللي راح يكون. أما بالنسبة للعروض اللي راح نقدمها كحكواتي هنا في الجزائر أو خارج الجزائر، نحب نعرف كثيرا على مثلا أنا لما نروح نلعب ندير حكواتي في بجاية ولا في تيزي وزو، أكيد ما راحش نلعب بالزي الأمازيغي القبيلي لأنه راه معروف ثم. هذا بيا نلبس الزي الصحراوي حتى يتعرفوا عليه. والعكس لما نروح نقدم حكواتي في الصحراء ولا في الشرق الجزائري ولا في الغرب نلبس لباس من الوسط الجزائري. يعني تنوع في الألبسة، حتى يكون تنوع. لما كنت في شوارع لبنان الكل كان يسأل عن هذا اللبس، من أين اللباس. أصل هذا اللباس، منين هذا اللباس، حلو كثير. نعم. تفاعلهم يعني قلنا لهم هذا لباس جزائري، وخذوا من عند معنا صور واكتشفوا اللباس
في الانترنت يعني هذا شيء جميل كنوع من الترويج أكيد لللباس الجزائري. بما أننا تحدثنا كثيرا على الحكاية وتحدث أيضا أنت على الارتجال، خلوك ترتجل لنا يعني ربما حكاية من الحكاية التي تؤديها. هي نعم. حكايه، كاين حكايه نعم. كان يا مكان في واحد الزمان كاين سلطان، وما سلطان غير الله. في هذيك الليلة السلطان ما جاش النوم، جابوا له حكواتيين حكاوا له حكاية وحكايات وما جاش النوم. لبس لباس عادي وخرج يمشي في شوارع المملكة، تلاقى بثلاث رجال يحكيوا. قال لهم انتم شكون؟ قالوا له احنا غزلان الليل، طار علينا النوم رانا نحكوا. وانت شكون؟ قال لهم حتى انا غزال الليل. قالوا له احنا عندنا مواهب. وش الموهبة نتاعك؟ قال لنا الموهبة نتاعي نفهم لغة الكلاب. وانت الموهبة نتاعك؟ قالوا انا الموهبة نتاعي اني نقدر نشم ونعرف وش كاين مور الجدار. وانت الموهبة نتاعك؟ قالوا انا الموهبة نتاعي نقدر ندير حفرة في الجدار ونعاود نرجعها كما كانت. وش نديروا ذوك؟ وش رايكم نروحوا نسرقوا قصر السلطان؟ قالوا له بصح قبل ما نروحوا انت وش الموهبة نتاعك؟ وهما ماشي عارفينه باللي هو السلطان. قال لهم انا الموهبة نتاعي نشف في الريق في الحنجرة. يلا بينا. وراحوا يمشوا حتى وصلوا لقصر السلطان وسمعوا الكلاب ينبحوا. وين راه اللي يسمع اللي يفهم لغة الكلاب؟ وش راهم يقولوا هذا الكلاب؟ قال لهم هذه كلاب مجنونة، راهي تقول باللي السلطان راه معاكم. ضحكوا كملوا الطريق حتى وصلوا القصر للجدار تاع القصر. وراه اللي يشم جيبوه. وبدا يشم. قال لهم هذه غرفة الحرس. زاد شم. قال لهم هذا المطبخ. زاد شم. قال لهم هذه غرفة السلطان. حتى وصل للخزينة. قال لهم هنا كاين المال. جا اللي عنده الموهبة الثالثة ودار ثقب في الجدار وجبدوا المال وراحوا يمشوا. كي وصلوا لنص الطريق قالوا له هاك حقك. قال لهم لا ما تعطوليش حقي، أنا إنسان فقير. لو كان تعطوا لي حقي وغدوة نروح نشري الحرير ونشري، رايحين يفيقوا لي ويعرفوا باللي أنا هو اللي سرقت قصر السلطان. خلوا حقي عندكم وكل مرة نجي نزوركم واعطوني منه نصيب. قالوا له ما يسالش معليش، بصح وين تسكنوا؟ احنا نسكنوا في البيت الأحمر اللي في وسط المدينة. هكذا كان الحال. السلطان كمل طريقه وراح لداره الرقد. غدوة من ذاك جاوا ليه الحراس وقالوا له يا سيدي السلطان القصر انسرق. قال لهم ما تقلقوش روحكم، تبعوني ورايح نجيب وش كل اللي سرق وش سرق. وراحوا الحراس مع السلطان للبيت الأحمر اللي موجود في وسط المدينة ودقوا على الباب. كيف فتحوا لهم شافوا السلطان اللي كان معاهم البارح بالحراس أهنا نشف الريق نتاعهم. هذه هي موهبة السلطان النشف الريق في الحنجرة. جميل. هذه حكاية من التراث نعم، الجزائري. من التراث الجزائري يعني. من خلالها أيضا يعني أولا أنت في أدائها يعني جميل أدائك، ومن خلالها تعيد إحياء الحكاية القديمة أو الموروث اللامادي الجزائري، وفي نفس الوقت الترويج للموروث المادي حين ترتدي اللباس أو الزي الجزائري. تجتمع الأشياء يعني ثلاثة من خلال حكاية في واحد. يعني هذه هي الشيء الجميل في فن الحكاية. حتى الحكاية والأداء راح يكون مختلف طبعا. يعني راح يكون مختلف لنا في الاستوديو طبعا صحيح. راح يكون مختلف لأنه أنت على خشبة المسرح تتحرك تتفاعل مع الجمهور. يعني فيه كاين حكواتي اللي هو مسرحي. راح يعيش كل شخصيات الحكاية راح يعيشهم. وكاين حكواتي اللي يسرد. كاين أنواع. حتى بعض الحكواتيين أصبحوا يستعملوا تقنية الداتاشو أو تقنية لما يحكي الأطفال ولا المتلقي ولا الآخر راح يشوف الصورة. يعني كاين عدة أنواع تطورت، حتى الحكاية تطورت. ايه جميل. يعني في هذا الجانب تطور فن الحكاية. وهل يعني بعدين بما أنك اكتشفتها في من خلال أثناء تصوير فيلم، هل حاولت أنك تقرأ على هذا المجال أو أنك ربما تذهب إلى الكبار في هذا المجال أو المخضرمين في هذا المجال وتتعلم على إيدهم؟ أكيد. أنا كأول تجربة لي مع كما قلت لك مع الأستاذ طيب بوعمار
لما قال لي وجد حكايات، أنا الحاجة الأولى اللي بديت نبحث، لأنه هذا مهرجان الحبة الساحرة كان لي حكواتي للأطفال. نعم. أنا بديت نبحث عن الحكايات للأطفال، الحكايات اللي راح كما نقولوا الطفل يتفاعل معها. شحال راح تكون المدة تاع الحكاية، راح شحال يعني درستها من كل الجوانب، من كل الجوانب، حتى كما يقولوا كي نقدموا حاجة للمتلقي نقدموا حاجة على أصولها. حتى الحكايات أنا اللي دائما نختار يوجد حكايات عالمية، حكايات من التراث الجزائري، وحكايات مقتبسة، وحكايات اللي راح تكون مؤلفة من الحكواتي. نعم. يعني كل مرة أنا نحب الحكايات اللي تربط الطفل بالوطن. جميل. يعني تعزيز القيم الوطنية أكيد. لدى الطفل الجزائري أكيد. وتنشئته على هذه القيم هو شيء جميل، خاصة نعم. إذا كان من خلال فن الحكاية، أيضا في نفس الوقت ينمي في مخيله و يعني فكر الخيال، هو شيء جميل بالنسبة للطفل. في الأخير يعني وفي ربما سؤال الختامي، نتحدث على بلال زيان. أي الأنواع أقرب إليك، المسرح الذي بدأت معه أم الحكاية؟ والله أنا أقرب يعني إذا تختار واحد تعطينا السبب. السبب. نعم. هو أنا بدايتي كانت في مسرح الطفل. نعم. في مسرح الطفل. يعني أنا الأشياء المحببة لي من بين نعم. كل هذه الفنون، وهي كلها فنون الأداء، ولكن نلقى راحتي وحبي كامل في مسرح الطفل. نعم. وكنا شاركنا مؤخرا في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن بمسرحية وادي الزهور من تأليفي وإخراجي، وتحصلنا على جائزة أحسن ديكور. جميل. وإن شاء الله السنة القادمة راح نزيد نشاركوا في عدة مهرجانات وملتقيات أخرى إن شاء الله. جميل. بما أنك تحدثت يعني على المسرح وعلى هذه المسرحية، كم من مسرحية للآن يعني؟ كثير من المسرحيات اللي أبرزها على الأقل اللي لعبت فيهم. هي بداية بمسرحية كانت مسرحية ارتيال بسمة، مسرح تأليف وإخراج أحمد دهنيز. مسرحية اللغز العجيب، مسرحية بائع الابتسامة والأصدقاء، مسرحية ملحمة الجزائر، مسرحية حتى 62. كل هذه أعمال، ومسرحيات أخرى، مسرحية انتحار جثة للكبار، مسرحية سيكوار كذلك للكبار إخراج نبيل مخازني. يعني أنت دائما لكن تميل أكثر لمسرح الطفل؟ أميل أكثر لمسرح الطفل. نعم. مسرح الطفل لأني أنا خاصة في الكتابة في مسرح الطفل دائما نسجل أي فكرة تجيني ولا نسجلها، وهذيك الفكرة نتخيلها في المخيلة تاعي، بعد ندير لها الحوار وكامل ونجسدوها على خشبة المسرح. نعم. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، ودائما يعني دوام النشاط والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الوطنية وكذلك الدولية. أشكرك جزيل الشكر الحكواتي والمسرحي ورئيس جمعية جسور للمسرح بلال زيان على حضورك معنا اليوم. لك كلمة ختامية. شكرا. الشكر موصول لكم على هذه الاستضافة الرائعة، كان الحديث شيق ونحن استمتعنا أكثر بحضورك. شكرا. إن شاء الله كما يقولوا، والمشاهدين طبعا الكرام. إن شاء الله، وهذا ما نعمل عليه إن شاء الله دائما عبر الحكواتي نوصلوا كما يقولوا التراث الجزائري عبر كل الدول العربية إن شاء الله. الحلم تاعي نزور كل الدول العربية وندير مذكرة ونعرفهم عن الحكايات وعن الأزياء وعن كل التراث الجزائري. شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى، ويعطيكم الصحة. العفو، مرحبا بك دائما. ومن خلال فن الحكاية والمسرح نروحوا لما بعدوش بزاف في الفنون، لكن هذا